كلقاو حاجه راه عملوا ملف حتى ملف دونك تكون ريجلو مستقيم ما تعملش ما تدخلش مناورات. يقولوا خرجت بصلح هذاك علاش يقولوا فما صلح فما اتفاق بينك وبين جهات باش خرجت من غير حتى شيء ما صارش هذا الكل ما حتى اتفاق ما صارش. فما بعض التصاريح اللي قلتها برش الدار باش يشد الدار. كيفاش جاك القرار بربي تعليق كيفاش عيط لك رئيس الحكومه؟ عيط رئيس الحكومه ولا بالتليفون كلموه؟ لا كلمتي كتابه قالت له روح يا سيد رئيس الحكومه حاجته بيك مشيت خلي الموضوع هذا. كي دخلت شنو قال؟ انا قلت لك الاقاله بتاع المعتمدين حاضر على المكتب كنت 9 وهو كلمني 10 قال لي ما يعطيك الصحه بارك الله فيك ونشكروك على اللي عملته حتى الشكر ما صاريش في عيني هو داير طبس راسه ويتكلم. هذه الذكرى الوحيده اللي عندك مع الرئيس الراحل بيجي قايد السبسي؟ ذكرى سيئه ماهيش ذكرى جميله بس سيء لا سيئه ليه ما ربما خذا القرارات هذيك ولا رجع الحكم في اطار مقاربه معينه في التزام معين في اطار اجنده حقيقه ربما لوبيات معينين كنت انا من جملتها مع ضحيه باهي. فما في الفتره ذيك فما كلام قلته ما نعرفش اليوم مع الوقت هل تعتبره تسرع ولا ما نتصورش تسرع من قاضي ووزير داخليه ما نعرفش من بين تصاريح قلت الفلوس اللي لقاهم في قصر بن علي ما فماش منهم. لا فماش هذاك يقين بالنسبه لي يقين قطعي هذيك مش النظام يسقط النظام يسقط في اطار شخص دونك لازم يشيطنوا زين اما النظام راه نظيف المنظومه السياسيه صحيحه دونك لازم يشيطن السيد هذاك من جمله الاعمال اللي شيطنوا بها هي المسرحيه الفيلم هذاك خاطر بالنسبه لي انا كقاضي ربما المساله هذيك تعدى على انسان اخر ما تعداش عليا نحن في المجاريم هذيك فلوس مستلقات بالسرقات هذيك طبعا ما يبقاش تامين فلوس بنك سنترال دو جامي اونتوندو دو جامي فيو. الفلوس تؤمن في الخزينه العامه الفلوس تؤمن في الخزينه العامه وتحت اشراف قضائي. هذه كراهب جاتك ماين جاو حطوا ما حطوا وبعد قالوا شنو ولا ميناو الفلوس حطيناها بنك سنترال. لو كان فما موضوعيه في التحقيق يحقوا فيهم فلوس البنك سنترال وين هما توا هذوك فماش لا اثر. نفس العمليه علاش بالتاكيد هذيك العمليه يعني هكا تقول لي فما كماين جاو وحطوا الفلوس واللي كاينه سيناريو وقصه مفتعله وتيون دوت هي كان جات فما استيلاءات يبغوا يحلوا عليهم ملف هذوك التحقيقي. الفلوس هذوك نتحدى انسان كان عملوا ملف قالوا وين هما قالهم. وهذه المساله انا املي قال عليها مش من عنديتي حتى اللي شيطنته اللي باش يعطيو فكره عليه سيئه المواطنين كذا باش يكون هذاك سيبلي. لكن وقتها شكون كان يكشف فيهم هذا شكون كان يوري فيهم؟ امنيين جيش هما اللي كانوا يداهموا ويحلوا نلقاو الفلوس وتعدى في نشره الاخبار. لا الناس اللي عديوا في السيناريو هذاك وقتها هو الليكيب تاع فتاح مر والمجموعه اللي معاه لو ميم كا حبوا يعاودوها السيناريو هذاك طلبوا مني الاذن في وقت من الاوقات باش يمشيوا قصر كرتاج. رفضت انا وقتها كلمت السيد حاكم تحقيق قلت له بدك تعهد بي انت السيد شو اسمه المرحوم زين العابدين المنهري باش وحلوا فيه ابحاث تحقيقيه. الابحاث التحقيقيه كي تقع ضد شخص معين كل ما هو تابع ليه دبوات ولا مساكن ولا فيلا ولا قصر ولا بيرو هو يلزم حاكم تحقيق يضع يده عليه هو يكون مشرف. مشاو للطون وقتها غاديك مشى السيد حاكم تحقيق حبوا يدخلوا هما باش يعملوا سيناريو ما نعرفش عليه شنو السيناريو باش يعملوا ومنح دونك لا ميم سين اللي تعملت في سيدي بوسعيد كانت تعاود في كرتاج لكن انا منعت. طلبوا منك الاذن بهذا شكون طلب منك شكون كلمك شو ما انا تو مش مصدق السيناريو كيفاش قاعد يصير. كلمني مدير الامن الرئاسي وقتها قال يا جماعه جايين قلت ما يدخلوش قل له سي وانت وقتها وزير داخلي اي باش قلت ما يدخلوش راه فما قضاء وفما حاكم تحقيق واضح. رجع لي مره ثانيه قال انا استاذنت من السيد رئيس الحكومه وقال كنت حتى استاذنت السيد رئيس الحكومه وقال له واحد ما يدخلش. السيد رئيس الحكومه قال يدخل اي قلت له ما يدخلوش مشى وتلقى حاكم تحقيق قلت له الموضوع انتهى منه هاك حاكم تحقيق موجود في المكتب قلت لك قال لقيت مخدرات ترى شنو سلاح هذاك السيناريو اخر تعتبر هذاك تعمل كي حاكم تحقيق وضع يده شو اسمه ليكيب كامله هذيك تاع عبد الفتاح عمر هي نفسها جات
سيناريو وتسكر الدوسي وتسكر وتلقاو البيروات مخلوعين ومحلولين، وشكون عبث ثامن كان على يبحثوا تحقيق. ترى اليوم كقاضي شنو السؤال اللي لازم يتسال بعد هذا؟ سويفي مثلا كنا نوجهوا سؤال للبنك المركزي، شنو السؤال من قاضي يطلبوا؟ في الفلوس هذه وين مشيت مثلا، ولا في الفترة هذيك فماش محضر الفلوس هذيك اللي دخلت ما إلها في هذا السؤال وين ما الفلوس هذيك؟ ما لقيتوا فلوس في بسيط جدا. انت لقيت فلوس في دار الرئيس، وين مشي؟ قلت هزيت البنك سنترال، يلزم تعمل اوديت تقول المبلغ هذاك قداش وفين كاز تحط كونتابلومون. ضروري ابسط سؤال واضح. به مش لا اثر هكاك تبخروا تعتبره ما نعرفش كاس نوار شيء تبغى مشاو الفلوس هذه بس الخاص العام يعلم ولا وقعدش سويدي لونكيت فيها ما فهمتش. هكا في الحديث. به كنت معاه محاكمه للرئيس بن علي في تونس؟ لا ضد علاش؟ ضد هذا نقول لك ضد خاطر حسب القانون الاجراءات اللي عندنا رؤساء الوزراء عاملين محكمه عليا نحن في كود بروزير بينال. باهي اذا كان الوزير يحاكم في محكمه عليا ما نصش على الرئيس، الرئيس يتحاكم في محكمه الدنيا، هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عمل حصانه مطلقه لعدم مؤاخذه جزائيه. دونك انت ديمينوتي ذيك اللي عنده هو ما يتحكمش بها، معناها هو اعلى من المؤاخذه الجزائيه. واضح. لكن تقول لي هو رئيس دوله يعمل ويقتل ويرتكب جرائم شنيعه وكذا، نقول لك مادام هو حطه او دوسو دو لا لوا وقتها يتحاكم على المستوى الدولي. الانسان خارج القانون في بلاده يتحكم على المستوى الدولي، يتحكم في لاهاي كما جماعه يتحكموا توا من الناحيه الاجرائيه. لا اجرائيا يتحكم في لاهاي. به تصريح اخر عندك قلت انا اتعهد به المجتمع الدولي ولا واضح هو فوق قانون تونس وهذا عنده حسنه فيه دونك على الصعيد الدولي. واقوى دليل على المستوى الافريقي تحديد اخرهم ما نعرفش شكون الايامات قالوا لازم تمشي يعملوا جينوسيد والكريم كونتر ليمانيتي. به خلينا نقول لك تصريح اخر عندك ونكملوا به الفقره هذيا. كان ياخذوا النهضه الحكم باش يولي نظام عسكري. شكون خالو؟ انت. وقت دون لو طون ربما في الظرف هذاك شو هو النظام العسكري مش هم يعملوا معناها ياخذوا الحكم يتقلب عليهم الوضع. هذه الجمله قلتها هكا كيف ما هي. ما نتذكرش في طار هذايا. كان ياخذوا النهضه الحكم باش يولي نظام عسكري، جمله هي هذيك ربما قلت تصور في هذيك قلت خاطر وش وقع فما وقعت البعض يسميها انقلاب وبعض يسميها ثوره وبعض يسميها انتفاضه. انت شنو تسميها؟ والله في اعتقادي انا بين الثوره والانتفاضه. لا هذه لا هذه منزله بين المنزلتين. باهي دونك التصريح هذا وقتها مش شنو النظام العسكري حكم الوضع وقت الدقيق الانفلات الامني اللي ما عندوش حدود ما فماش حتى حل بالنسبه للبلاد مش دون لابسولو معناها الناس تحب نظام عسكري وقتها فماش خيار. انا نعطيك مثال ندور وقتها نمشي بالكهرباء نمشي من مز بورقيبه ندور نعمل 300 400 كيلومتر ما تلقى حتى امني. هي ماش معناها البلاد باش تاكل بعضها العباد. دونك نجم يكون وقتها من الافضل في الفتره هذيك دقيقه نحن شخصيا مش معناها باعتبار كرد فعل النهضه لا الوضع الامني اللي مش مستتب في اطار التخلي الامنيين على يواجهوا في الفتره هذيك ما فماش. ترى انت شخصيا في الفتره هذيك تدور حتى بوليس بالزي ما فماش. دونك فما معطى باش تحمي البلاد وتنقذها حتى بالضروره ربما يكونوا عسكريين هم اللي منقذ البلاد في الفتره هذيك اللي هو ربما هو تصور منك كان فقط لانقاذ البلاد اساسا ربطوا بحركه النهضه ما فماش علاش. لا خاطر شنو المشكل موجود وقت علاش حركه النهضه؟ خاطر فما جانب كبير من الشعب مش قابل النهضه باش ياخذوا الواحد بحيث استقرار الاوضاع. يقول لك ربما كيف في بعض العديد من الدول كي يشد العسكر الفتره هذيك رايتها ما تستقر الاوضاع في اطار في انتظار استقرار نظام مدني ديمقراطي بوكو با. باهي حركه النهضه بعد شوي باش نحكيو عليه هو ملف الحزب اللي تم اتهامك في يوم من الايام انه ملف الحزب كان مدلس وانت عطيت موافق عليه، جاوبت عليه وين وصلت الحكايه. نحكيو هوني على مواجهتك مع عبير موسي شنو اللي قالت فيه. قبل ما نكمل نحب سؤال اخير باش نتعدى من بعد الفقره الشخصيه. 3 شهور اللي عشتهم انت في وزاره الداخليه هما تقريبا اول 3 شهور بعد الثوره. هل كان فما اتصال ببن علي في الفتره ذي